السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب الصف الخامس الابتدائي؟ معكم مس أسماء سمير، مدرسة الدراسات الاجتماعية. ان شاء الله النهاردة هنحل تدريبات اول درس في منهج الصف الخامس الابتدائي لمادة الدراسات. ولكن قبل ما ادخل في اي تفاصيل صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا معانا كده دلوقتي تدريبات اول درس من كتاب سلاح التلميذ. اول حاجة خالص بيقولك السؤال الاول: لاحظ الخريطة التالية ثم اجب. رقم واحد: يشير الرقم واحد الى مدار نقط. طبعا رقم واحد دي مدار السرطان. اتنين: يشير الرقم اتنين الى البحر اللي هو في الشمال كده، ده البحر المتوسط. رقم تلاتة: يشير رقم تلاتة الى البحر نقط. طبعا هنا ايه في الشرق كده البحر الاحمر. سؤال رقم أربعة بيقولك يشير الرقم أربعة إلى شبكة ايه. طبعا هو هنا قصده ان عايز يعرف الخطوط اللي هي بالعرض وبالطول دي اسمها ايه. طبعا دي شبكة ايه الاحداثيات. سؤال رقم خمسة: صواب ام خطأ؟ تشرق الشمس على المدينة رقم ب قبل المدينة رقم ألف. عايز يعرف صح ولا غلط. يعني ايه الكلام ده؟ عندنا طبعا الرقم ألف في الاتجاه ده طبعا اتجاه الشرق، ورقم ب ده اتجاه الغرب. فهو عايز يعرف الشمس بتشرق في الشرق الاول ولا في الغرب. فالسؤال بيقول لك ايه: هي الشمس تشرق على المدينه رقم ب، يعني الشمس بتشرق في الغرب الاول على ب دي؟ طبعا لا، هي الشمس بتشرق من هنا، اذا بتشرق على رقم كام؟ على حرف ايه الف. يبقى ايه اجابه خطا. السؤال الثاني يقول لك اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد: تقع مصر في الجزء الشمالي الشرقي من الكرة الأرضية. طبعا ايه الإجابة صح. اتنين: يتساوى مدار السرطان ومدار الجدي في الدرجة، يعني الاتنين درجتهم واحد. تمام، يبقى الإجابة صح، الاتنين شبه بعض من حيث الدرجة، يبقى الإجابة صح. تلاتة: تفيد خطوط الطول في معرفة أحوال المناخ. طبعا خطوط الطول مش أهمية أحوال المناخ خالص، فتبقى الإجابة إيه غلط. السؤال رقم أربعة: يقسم خط جرينتش سطح الكرة الأرضية إلى نصفين، نصف شرقي ونصف غربي. طبعا الإجابة إيه صح. خمسة: تساعدنا شبكة الأحداثيات في تحديد مواقع الأماكن بدقة على سطح الأرض. طبعا الإجابة صح. رقم ستة: يوجد فارق زمني 4 دقائق بين كل دائرة عرض والتي تليها، يعني بين كل دائرة عرض والدائرة اللي بعدها يوجد بينهم 4 دقائق. طبعا الإجابة غلط، لأن طبعا إيه هو بين كل خط طول والذي يليه هو ال4 دقائق، في الإجابة إيه غلط. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد: خط الطول الرئيسي بيسمى طبعا جرينتش، اللي هو الخط اللي بيبقى بالطول كده. اتنين: يتساوى خط جرينتش ودائرة الاستواء الاتنين متساويين شبه بعض في ايه؟ هل في الشكل ولا الموقع ولا الدرجة ولا الطول ولا الطول؟ طبعا لا، هو الدرجة. رقم 3: نصف دائرة تصل بين القطبين الشمالي والجنوبي، تشير العبارة إلى ايه؟ طبعا خط جرينتش لو هو بقى نازل كده بالطول من أول القطب الشمالي لغاية القطب الجنوبي، يبقى خط ايه جرينتش. سؤال رقم 4: تتشابه خطوط الطول ودوائر العرض الاتنين شبه بعض في ايه؟ طبعا في تحديد الأماكن. سؤال رقم 5: ترجع أهمية دوائر العرض إلى تحديد المواقع وإيه تاني بنعرف بيها إيه؟ طبعا أحوال المناخ. بعد كده السؤال الرابع بيقولك أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات. رقم 1: تدور الأرض حول نفسها أمام الشمس كل 24 ساعة من اتجاه الغرب إلى اتجاه إيه؟ الشرق. سؤال رقم 2: نجح المصريون القدماء في تنظيم الأعياد الدينية نتيجة براعتهم، كانوا بارعين جدا في علم إيه؟ طبعا علم الفلك. سؤال رقم 3: يمر في جنوب مصر مدار نقط. طبعا دي مدار إيه؟ السرطان. بعد كده هنا في الصفحة اللي بعدها بيقولك السؤال الخامس: صوب ما تحته خط فيما يلي. تمام، يعني مديني الكلمة وعايزنا احنا نحط الكلمة الصحيحة. طبعا الكلمة اللي بالأحمر دي الكلمة الغلط، هنحط بدلها الكلمة الصحيحة. رقم 1: توصف شبكة الأحداثيات بأنها خطوط حقيقية. طبعا غلط، تبقى ايه وهمية. رقم 2: يقع مدار الجدي في نصف الكرة الأرضية الشمالي. طبعا الشمالي غلط، لو انه هو موجود فين؟ في الجنوبي. رقم 3: معرفة فروق التوقيت بين الدول إحدى فوائد دوائر العرض، هل دي أهميتها؟ طبعا غلط، ده ايه خطوط الطول. السؤال السادس: اكتب ما تشير إليه العبارات التالية. رقم 1: دائرة عرض رئيسية درجتها 66.5 درجة شمالا. طبعا دي الدائرة القطبية الشمالية. 2:
خط الطول الرئيسي وبيقسم الكرة الأرضية لنصفين شرقي وغربي، طبعا احنا عارفين ده، طبعا ده خط ايه؟ جرينتش. السؤال رقم 3، دائرة عرض رئيسية تقسم الكرة الأرضية لنصفين شمالي وجنوبي، دي دائرة ايه؟ الاستواء. سؤال رقم 7، السؤال السابع يعني، بما تفسر أهمية خطوط الطول. أهميتها ايه؟ طبعا بتحدد المواقع على سطح الأرض شرقا وايه؟ وغرب. سؤال رقم 2، أهمية دوائر العرض. أهميتها إيه؟ تحديد المواقع شمالا وجنوبا، وبتساعدنا في دراسة إيه؟ المناخ. سؤال رقم 3، وجود فرق توقيت بين دولتي مصر وليبيا. ليه في فرق بين مصر وليبيا؟ قالك لأن مصر وليبيا ليستا على نفس الخط، لأن مصر وليبيا مش على نفس الخط. أيوة على نفس خط إيه بقى؟ على نفس خط الطول، حيث يوجد فرق زمني يبلغ 4 دقائق بين كل خط طول والخط الذي يليه. تمام. بعد كده السؤال الثامن، ما النتائج المترتبة على 1. رسم دائرة الاستواء على الكرة الأرضية. هيحصل ايه لما بنعمل دائرة استواء على الكرة الأرضية؟ أدى لتقسيم الكرة الأرضية لنصفين متساويين، نص في الشمالي ونص ايه؟ جنوبي. سؤال رقم 2، رسم العلماء لشبكة الإحداثيات على الخرائط ومجسمات الكرة الأرضية. ليه رسموا شبكة الإحداثيات؟ أدى ذلك إيه اللي هيحصل؟ أدى إلى تحديد موقع الأماكن بدقة على سطح الأرض. يبقى نكتب كده، أدى إلى تحديد موقع الأماكن بدقة على سطح الأرض. سؤال رقم 3، يقولك ما نتائج مترتبة على الموقع الفلكي لمصر. هيؤدي إلى إيه؟ أدى إلى مرور مدار السرطان في جنوب مصر، ووقوع مصر في النصف الشمالي الشرقي من الكرة الأرضية. يبقى نكتب كده، أدى إلى مرور مدار السرطان في جنوب مصر، ووقوع مصر في النصف الشمالي الشرقي من الكرة الأرضية. السؤال اللي بعده، السؤال التاسع، دلل على صحة كل عبارة مما يلي. يعني اديني دليل. تتعدد دوائر العرض الرئيسية. هنقوله حيث توجد دائرة الاستواء، وعندنا مدار السرطان، ومدار الجدي، والدائرة القطبية الشمالية، وطبعا والدائرة القطبية مين؟ الجنوبية. السؤال رقم 2 بيقول لك دلل. استفاد المصريون القدماء من علم الفلك. هنقول حيث استخدموه في مجالات متعددة، منها تحديد المواقع وتوقيت الزراعة وبناء الأهرامات. آخر سؤال بقى اللي هو السؤال العاشر، بيقول لك ما العلاقة بين خطوط الطول والوقت. طيب ساعدت خطوط الطول في تحديد الوقت بين الدول، لأن الفرق بين كل خط طول والآخر 4 دقائق. نكتب كده، ساعدت خطوط الطول في تحديد الوقت بين الدول، لأن الفرق بين كل خط طول والذي يليه 4 دقائق. آخر سؤال، السؤال الثاني، دوائر ايه العلاقة بين دوائر العرض والمناخ؟ هنكتب كده، تساعدنا دوائر العرض في دراسة أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار. بعد كده هنا كده هنحل تدريبات من امتحانات المحافظات على الدرس الأول. السؤال الأول، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم 1، تقع مصر شمال دائرة الاستواء. طبعا الإجابة صح. رقم 2، تساعدنا خطوط الطول في تحديد الوقت. طبعا الإجابة صح. رقم 3، عدد خطوط الطول أقل من عدد دوائر العرض. طبعا الإجابة غلط. سؤال رقم 4، تتكون شبكة الإحداثيات من نوع واحد من الخطوط. طبعا إجابة غلط. سؤال رقم 5، أكبر دوائر عرض رئيسية، يعني أكبر دائرة موجودة عندنا هي طبعا دائرة الاستواء، فالإجابة صح. رقم 6، تدور الأرض حول نفسها مرة كل 24 ساعة من الشرق إلى الغرب، فالإجابة غلط، لأنها العكس، من الغرب ثم الشرق. سؤال رقم 7، المدن الواقعة شرق خط جرينتش تسبق توقيت المدن الواقعة غربه. الإجابة صح. سؤال رقم 8، تقع مصر في النصف الغربي من الكرة الأرضية. طبعا الإجابة غلط، لأن مصر في النصف الشمالي الشرقي، مش في النصف الغربي. سؤال رقم 9، تفيد دوائر العرض في دراسة المناخ. طبعا الإجابة صح، عشان بنستخدمها في دراسة أحوال المناخ. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1، تتشابه خطوط الطول ودوائر العرض في إن هما الاتنين خطوط طبعا خطوط وهمية. سؤال رقم 2،
دائرة العرض الرئيسية تسمى دائرة ايه؟ يعني الدائرة الأساسية الرئيسية اللي عندنا هي ايه؟ دائرة ايه؟ الاستواء. السؤال اللي بعده بيقول لك رقم 3 تساعدنا خطوط الطول في تحديد طبعا ايه؟ فروق التوقيت. سؤال رقم 4 دائرة العرض الرئيسية التي تمر بجنوب مصر هي مدار السرطان. السؤال الثالث بيقول لي ما المقصود؟ رقم 1 ما المقصود بشبكة الأحداثيات؟ هي يقصد بها خطوط الطول ودوائر العرض. سؤال رقم 2 ما المقصود بخطوط الطول؟ هي أنصاف دوائر رأسية تصل بين القطبين الشمالي والجنوبي. سؤال رقم 3 ما المقصود بدوائر العرض؟ هي دوائر أفقية غير متساوية الطول ترسم حول الكرة الأرضية. آخر سؤال، السؤال الرابع، بما تفسر رسم العلماء خطوط الطول ودوائر العرض على الخرائط. ليه؟ هنكتب كده لتحديد موقع الأماكن بدقة على سطح الأرض. سؤال رقم 2 ما النتائج المترتبة على دوران الأرض حول نفسها كل 24 ساعة؟ هنقول يؤدي ذلك إلى شروق الشمس على المناطق الشرقية قبل المناطق الغربية، يعني الشمس هتشرق على المناطق الشرقية الأول قبل المناطق الغربية. سؤال رقم 3 بيقول لك قارن بين أهمية كل من خطوط الطول ودوائر العرض، وعامل لي جدول كده وكاتب لك خطوط الطول وعايز يعرف أهميتها. هنكتب كده أهميتها ايه؟ تحديد المواقع شرقا وغربا ومعرفة فروق التوقيت. طيب بالنسبة لدوائر العرض تحديد المواقع شمالا وجنوبا ودراسة المناخ. بعد كده عندنا صفحة 19 اللي هو اختبار على الدرس الأول على واحد من الوحدة الأولى. مديني السؤال الأول لاحظ الشكل المقابل ثم أجل. شيء رقم 1 إلى دائرة وعامل لي رقم 1 هنا كده، طبعا دي دائرة الاستواء. 2 يشير الرقم 2 إلى مدار اللي هو رقم 2 ده، طبعا ده مدار الجدي اللي هو رقم 2. رقم ب ما النتائج المترتبة على 1 اهتمام العلماء بتحديد المواقع بدقة على الأرض. ايه اللي حصل لما العلماء اهتموا ان يحددوا المواقع بدقة على الكرة الأرضية أو على سطح الأرض؟ ده هيؤدي إلى رسم خطوط الطول ودوائر العرض على الخرائط ومجسمات الكرة الأرضية. سؤال رقم 2 ما النتائج المترتبة على رسم خط جرينتش على الكرة الأرضية؟ ده هيؤدي إلى تقسيم الكرة الأرضية لنصفين، نصف شرقي وغربي. السؤال الثاني بيقول لك اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم 1 تقع مصر جنوب دائرة الاستواء، طبعا إجابة خطأ، وبدل كلمة جنوب كده هنكتب شمال. رقم 2 تقسم دائرة الاستواء الكرة الأرضية نصفين، شمالي وجنوبي. الإجابة صح، يبقى الإجابة هنا صح. سؤال رقم ب أجب عما يلي. رقم 1 بما تفسر المدن الواقعة شرق خط جرينتش تسبق المدن الواقعة غربه في التوقيت بسبب ليه المدن دي تسبق اللي في الشرق تسبق اللي في الغرب؟ بسبب دوران الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة. سؤال رقم 2 دلل على صحة العبارة اهتم المصريون القدماء بعلم الفلك. هل فعلا اهتموا بعلم الفلك؟ هنكتب طبعا هنكتب حيث استخدموه في مجالات متعددة، منها تحديد المواقع وتوقيت الزراعة وتنظيم الأعياد الدينية. يبقى نكتب كده حيث استخدموه في مجالات متعددة، منها تحديد المواقع وتوقيت الزراعة وتنظيم الأعياد الدينية. السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. 1 تقع مصر بحسب دوائر العرض في النصف الكرة الأرضية. يعني مصر موجودة فين؟ لو احنا عملنا دائرة عرض كده، لو احنا عملنا كرة أرضية كده وقسمناها دائرة عرض هتبقى مصر بالنسبة لنا في النصف اللي فوق اللي هو النصف الشمالي. سؤال رقم 2 يبلغ الفرق بين كل خط طول والذي يليه 4 دقائق. آخر سؤال حدد أوجه التشابه والاختلاف بين خطوط الطول ودوائر العرض. عامل لي رقم 1 هنا عايز أوجه التشابه إن كلاهما خطوط وهمية، رسمها العلماء على الخرائط
ومجسمات الكرة الأرضية. طب أوجه الاختلاف ايه؟ هنكتب تحت خطوط الطول بتحدد المواقع شرقا وغربا. طب عددها قد ايه؟ كم خط طول؟ 360 خط طول. طيب بالنسبة لدوائر العرض بتحدد المواقع شمالا وجنوبا، وكم دائرة عرض؟ 180 دائرة عرض. وبكده نكونوا خلصنا أسئلة الدرس الأول. ان شاء الله انتظروني ان احنا هنحل مع بعض ان شاء الله، اعمل لكم فيديو جديد نحل فيه اسئله الدرس الثاني من الصف الخامس الابتدائي لماده الدراسات. ولو وصلت معايا لغايه هنا واستفدت مني، اتمنى تشترك في القناه وتعمل لي لايك، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.